انا بطلت ويدنج بس ما بطلتش تصوير. انا الواد اللي ضحك الجمل. انا واحد عامل تاتو، بيشوفوني في كلوبس، بيشوفوني بسمع مزيكا، يعني جايه بقى هنا وتعمل لي فيها شيخ. الفرق بين الانفلونسر الانترتينمنت والانفلونسر اللي هو الارتست في فرق كبير. انت ارتست تعمل حاجه، اخبط دماغي في الحيط طيب ولا اعمل ايه؟ بجد مش اول مره الناس تحفل عليا في حاجه. سيدنا محمد كان لما حد بيجيله تعبان في معدته او حاجه فبيقول له عليك بالعسل. طب ما اسمي عسل، ما اسميش عسل ليه؟ انا بالنسبه لي انا نحست، ما بيفرقش معايا اللي بيشتمني من اي حاجه. النهارده معانا ضيف مميز جدا، مصور مشهور على السوشيال ميديا جدا، مش في مصر بس، لا في الوطن العربي كله. معانا حسام انتيكا. يا هلا، حبيب قلبي، منور الامارات كلها. حبيبي والله يا اخي. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله زي الفل. معظم الناس بتسال، عايزه تعرف بدايتك كانت ازاي. يا لو الكلام ده انا انت عارف اللي بدايتي كانت معاك. انا عارف، انا عارف معايا لا. صوره هحطها في البودكاست ده. حط لهم الصوره اللي احنا أيوة، متكومين كلنا بالظبط، ورا. على الكنبه ورا في العربيه. أيوة. الكلام ده كان من امتى؟ كان 2013. 2013 كنا في بس. اليوم السابع ساعتها، صح صح؟ صح. مم. انا بدات 2012 مم. بدات اصور. كنت الاول كنت نفسي اجيب كاميرا مم. عشان ابتدي اصور بيها بقى، لان كان في هوجة ساعتها، فاكر الفيموس والناس اللي عامله شعرها كده والسكيني. ده كان جينيريشن عامه، ده كان جينيريشن جديد قوي. فانا كان نفسي اجيب كاميرا وابتدي بقى اصور الناس دي على كوبري امبابه عندنا النيل بالعدسه. العدسه مدفع، سميها مدفع. فبعد كده ربنا كرم وجبت الكاميرا وابتديت بقى ايه اصور ستريت شويه. بعد كده قررت ان انا هدخل صحافه. ومن ساعتها بقى الصحافه اتسحلت بقى 5-6 سنين. ايام الثوره كلها خدناها انا وانت. صح. انت كنت محرر، صح؟ ايوه صح. فقعدنا شويه حلوين يعني نصور صحافه. كان ايه اصعب التحديات اللي واجهتك في الفتره دي اول ما بدات التصوير؟ اول ما بدات التصوير انت اصلا مالكش ريفرنس يعني مش زي دلوقتي. مفيش حد بيعلم يعني. وقتها ما كانش فيه تشانلز على اليوتيوب بيعلمك. انت بدات تصوير يعني ازاي تصور ايه. يعني انا فاكر ان انا جت عليا فتره انا غيرت 5 فلاشات لان انا فاكر هم بايظين مش عارف اشغله اصلا، فاهم. بعد كده شفت بقى فيديو لواحد اجنبي كان معاه الموديل ده وبدا يقول لك انت بتعمله بلوتوث ازاي وبيتظبط ازاي، فاهم. فدي اصعب حاجه، انت بتتعلم كل حاجه بجد مانوال لوحدك من غير ما حد يقول لك المفروض تعمل ايه، فاهم. حتى الكوميونتي بتاع المصورين في مصر ما كانش قوي. كان انا فاكر ساعتها نادي عدسه في اسكندريه وكان في انفوكس في مصر. صح. فكان قليل جدا. فتعلم الحاجه بقى تاخد منك وقت يعني. تجيب العدسه مش عارف دي حلوه ولا لا، مش عارف مين بيصور بيها. في صورة ليكو كانت مشهورة قوي، انا فاكرها، بتاعت الجمل. اوكي، سيلفي الجمل. ايوه، سيلفي الجمل. دي احلى حاجة حصلت في حياتي. ايوه، دي اشهر صورة انا صورتها في حياتي. اوكي. ولغاية دلوقتي الصورة دي لفت العالم كله. أيوة اعتقد. أيوة. وكنت ساعتها تبع برضه كنا بنصور انا وكريم عبد العزيز، صح. تبع اليوم السابع. وبالصدفة صورنا الصورة دي. كنا نازلين نعمل ساعتها، كان حاجه في العيد، باين العيد الاضحى، العيد الكبير. ايوه صح. كانوا عايزين يعملوا تقرير عن الاضحيه يعني. فاحنا قررنا ان احنا نروح سوق برقاش في الجيزه عشان نصور بقى الجمال والناس بتشتري ازاي وسوق الجمال عامل ازاي وبتاع. صورنا احنا كلنا صور تحفه تحفه. وعملنا كل واحد فينا عمل تقرير جامد جدا. وفي الاخر واحنا ماشيين قررنا ان احنا ايه، طب احنا عايزين ناخد صوره سيلفي. اوكي. عشان مش سيلفي كمان، كنا عايزين نوثق اليوم، فاهم. صورة جماعية عادي. وسبحان الله كنا احنا 3 في الصورة. ميسرة صاحبي جرب يصور الصورة ما ظبطتش. كريم جرب يصور الصورة ما ظبطتش. انا مسكت الكاميرا وكانت العدسة بتاع كريم وحطيتها، صورت، طلعت الصورة دي. اللي هو واللي احنا اصلا من تعبنا اليوم ده كنا مطبقين بقى بنروح الفجر عشان نصور نلحق اليوم كله. من تعبنا محدش بص على حاجه، قلنا جت ما جاتش، ونمت وخلاص. الدنيا تمام. روحت نزلت الصوره وبعت التقرير بتاعه 200. حتى ما بعتلهمش الصوره دي اصلا في التقرير. ما بعتلهمش الصوره اصلا ليا انا واصحابي يعني. فاهم. رئيس التحرير لو شافها يعني انت عارف هيعمل ايه. فنزلتها من هنا. وساعتها بجد نمت في نص النوم لقيت كريم كلمني
انتيكا اليوم السابع عايز ياخد الصورة بتاعتنا ينزلها في الجورنال. قلت له يا عم ياخدها عادي. طبعا. م. لقيتها نزلت صفحة أولى، اوكي. صفحة أولى كبيرة، ايوه. فاهم؟ أول صفحة. بعد كده لقيت بقى ديلي نيوز خدتها، ولقيت مش عارف دوتش فيلا خدتها، ولقيت ساعتها نيويورك تايمز ولا مش عارف CNN خدتها ايوه فعلا. ولقيت محمود سعد بيكلموني عايزين يطلعوني في بيت بيتك. فاهم؟ الموضوع الموضوع كبر بقى أوي. عمال يكبر أيوة. يكبر. وانت الوقت ده من كتر ما الوقت كان قديم أوي، ما كانش في حاجة اسمها ترند. يعني صح. انت محدش تتعرف بقى اي مع حاجه واحد اتعرفت وخلاص. هي حاجه اتعرفت، فانت مش عارف يعني ايه ترند، مش مم. عارف اللي انت دلوقتي الناس كلها واخده بالها منك، مش عارف اي حاجه. كنا بندخل مدينه الانتاج الاعلامي، تدخل على 5-6 قنوات، فاهم؟ ياخدوك من هنا لهنا لهنا مره واحده. فمن ساعتها تقدر تقول ان الصوره دي غيرت في تاريخك شويه. ايوه، غيرت مساري اصلا للتفكير عامه يعني. غيرت اللي انا لا انا مش هشتغل بقى فول تايم، انا في حاجات تانية بتنجز بقى، بتجيب فلوس وشهر اسرع. فاللي هو انا ليه بقى بشتغل من الساعة 8 ل5 كل يوم؟ ضد الشغل من 8 ل5. انت عارف انا مش بتاعتي خالص. ايوه. انا اعرف اجيب فلوس واعرف اجيب شهرة واعرف اتحرك احسن فدي فتحت مخي هنا بقى، اللي انا عايز اعمل حاجات تانية اتعرف بيها وانا حاسس ان انا مميز. يعني انا قبليها كنت بعمل شغل كتير بس ما كانش بيعمل حاجة يعرفك. ايوه صح. وبالصدفة دي حصلت، فقلت طب دي فرصة حلوة قوي. لان انا في الفترة دي خدت الناس خدت عني انطباع اللي الصورة دي جت بالصدفة، يعني هي جت بالصدفة فعلا. يعني ما فيهاش فنيات يعني، صح. فاهم؟ بس هي الصورة رزق برضه. هي رزق، هي دي بالذات رزق، فاهم؟ يعني في صور تانية انت بتجتهد عشان تاخد الرزق، فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا في الاستريت دايما يقولك لو انت شايف شخص مميز وعايز تحطه في فريم، راقبه لغايه لما يقف في الحته المناسبه، او لو ان شاء الله لو لقيت قطه شكلها حلو راقبها لغايه لما تقف في الفريم اللي انت عايزه. فهي رزق اللي القطه يعني بتقف هنا لوحدها بس انت متابع، صح؟ فاهم قصدي؟ لكن التانية دي لا. فانا ابتدى يطلع عليا سمعه اللي انا ايه بقى الواد اللي ضحك الجمل. كان اسمي كده وانا كنت متضايق، عامل شغل حلو كتير بقى لي سنتين في الصحافه يا جماعه. ده انا نزلت مع القلتس قبل كده، طلعت صور خدوع صفحه اولى وبعت صور لوكالات عالميه بره. فكنت بعمل شغل حلو قوي وفي الاخر بيتقال عليا انا الواد اللي ضحك الجمل. ايوه. فقلت لا انا عايز بقى اطلع بقى كونسبت واعمل حاجات جديده، فاهم؟ عملت بقى هنا ساعتها فتحت الاستوديو بتاعك وابتديت في بدأت دي. بقى شوية اشتغل كوميرشال، اللي هو بدأت بقى اجيب فلوس شوية وبعدت شوية على الصحافة. يعني كنت شغال صحافة بس فريلانس. بعد كده بدأت بقى اللي هو طب ايه بقى اسهل مجال بيجيب فلوس. انا كنت ساعتها شايف الويدنج، فاهم؟ والبورتريتس. عايزين نتكلم على الحتة دي بس بعد شوية. ماشي. فدخلت بقى فتحت الاستوديو بتاعي وبدأت اللي هو ايه تشتغل بقى في مجال تركز فيه وبعدت شوية عن الصحافة. طب انت جيت في الفترة الأخيرة اعلنت اللي انت وقفت تصوير الأفراح ولغيت كل حاجة، وانت قلت اللي هي حرام بالظبط. الناس هجمتك كتير وناس وافقت على اللي انت قلته كتير. اوكي. القرار ده طلع ازاي او وصلت له ازاي؟ بص هو انا هقول لك والله القرار ده طلع اللي انا وانا بصور ويدنج انا عمري ما شفت اللي هي حرام، فاهم؟ ماشي. بس انا دايما يعني ايه لما الاقي حد في المجال بطل بسأل نفسي اسئله شويه اللي هو طب ده حرام طب مش عارف، بس بكمل. لان ايه لما تيجي تكلم نفسك تقول طب يا عم هو حتى لو حرام انا بصور الناس مش ببص عليها في الكاميرا. ماشي. مش نيتي حاجه، انا نيتي اكل عيش وامشي. بصور الصور وبمشي، يعني حتى دماغي مش بتوديني في حته تانية، فاهم؟ بس انت في الاخر انت بتصور ناس لابسه حاجات ريفيلينج، فاهم؟ وبتعمل تاتشز والناس دي ما مش بينها اي حاجه على سنه الله ورسوله. اوكي. ومزيكا وبيبقى في افراح ساعتها فيها هارد درينكس كمان والكحول. فالحاجات دي كلها وبعدين انت ايه احنا عندنا انت لازم تماركت بالفساتين الحلوه الكلاس الاي والاي بلس، فاهم؟ عشان تبيع صح. عشان تقول انا معاك كلاينت نضيف. فانت لما تيجي تبص على كل ده لا دي فيها حرمانيه مش هنكذب.
فاهم. بس رحت سألت دار الافتاء طبعا طبعا ما سألتش دار الافتاء، ما ردوش يعني، كلمتهم كذا مرة ما ردوش. بس سألت الشيخ يعني ثقة، سألت شيخ جاب لي الشيخ بتاعه. اوكي. فسألته قال لي مش حرام، هي ليها اسمها ايه، ليها حاجات ما تخليهاش حرام، ليها مش عارف ممكن زي لو عشان يعني أو... انت ممكن ما تروكش لو في الكحول او حاجه، بس لو لا هو بقى بيتكلم في كونسبت تاني خالص. اولا لازم العرسان يبقوا مكتوب كتابهم، واحنا 90% من افراح مصر بتبقى كده يعني هو عايز يكسب وقت بيعمل كاتب كتاب في الفرح، فوتوشوت قبليها، صح فاهم. الشمس بالظبط الله ينور عليك، انت اتجوزت وعارف. فانا لازم يا باشا ابقى مكتوب كتابي. وحتى لو مكتوب كتابي ما ينفعش اصور حد لابس فساتين عريانه او كده، وما ينفعش يبقى فيه تاتشز يعني او في كاسز او اي حاجه من كل ده حرام. وما ينفعش بعد كل ده يعني لو احنا عدينا كل ده وظبطنا الكلام، ما ينفعش اصور الناس وهي بترقص على مزيكا. انت فاهم. فهي ليها كذا حاجات عشان تعملها عشان ما تبقاش حرام. فهو لما قال لي انت ممكن تماركت، قلت له ماركت ليه يا حاج؟ هيبقى فرح اسلامي يا الرجاله ايوه صح يا عم الشيخ مش هتبقى فرح فاهم بالنسبه لنا. بس انت ما فكرتش فيها اللي انت يعني انت قفلت الاستوديو؟ قفلته مع اني اقسم بالله هاني ده كان البيك. لا سيبك من اشهر، انا عملت استوديو تاني عشان اسحب من نفسي من اللي انا بقى ويدنج فوتوغرافر، انا بظبط الايمج بتاعتي والباندنج بتاعي. فعملت الفا استوديو وما قلتش اللي هو بتاعي. فالاستراتيجي بتاعتي كانت ماشيه صح. اول سنه صورنا حوالي 200 فرح، تاني سنه مصورنا حوالي 400 فرح، تالت سنه كنا متارجتين هنصور مش اقل من 2000 فرح. فده كان البيك، ده اللي انا بدفع له فلوس كتير قوي عمال انفست فيه عشان الم. بس الوقت ده فقت، لان انا في حد عندنا في المجال اسمه ميكي بطل عشان حرام برضو، وده كان حد قريب مني يعني في الافراح. وابن اختي بقى بطل قبل ابن اختي بطل قبلي. اوكي فاهم. فبدات اللي هو ابن اختي ده اصغر مني ب10 سنين و 12 سنه فاهم. ففكرت فيها شويه، قلت طب ما انا الحمد لله ربنا فتح لي بيبان رزق تانية، انا ليه مجعبد في دي؟ ليه بقى انا عايز دي؟ صح فاهم. فقررت اللي هو لا انا هسيبه على الله يعني. اتعاملت ازاي مع الهجوم اللي حصل على السوشيال ميديا؟ بص انا متفاهم الهجوم جدا، لان انا واحد عامل تاتو وهنا وبيشوفوني في كلوبس، بيشوفوني بسمع مزيكا فاهم. اللي هو انت بتناقض نفسك، انت هتعمل لي فيها بقى عامل لي فيها فاهم شيخ. انت يعني جايه بقى هنا وتقول لي انت هتعمل لي فيها شيخ. بس انا في الاخر انا ممكن ابقى بعمل مش ما زيتش انت يعني انت شايف لا انا بعمل ذنب ليا ربنا يسامحني عليه، وان شاء الله بجتهد ما اعملوش. بس مش ده بيبقى اكل عيشي يعني. انا مش اكل عيشي جاي من حاجه ان شاء الله لو فيها شبهه. طب ما انا الحمد لله ربنا فاتح لي بيبان تانية ما يبقاش فيها شبهه. صح. ليه انا عايز دي؟ فاهم قصدي. طب ما اشوف حاجه تانية. فاهم قصدي. فالناس لما شافت كده طب ما تبطل بقى مزيكا اللي انت بتحطها في الستوريز، طب الشورتات اللي انت بتلبسها بقى اللي فوق الركبه الناس دخلوك بقى. فالناس بقى ايه بتروح بقى الناحيه التانية خالص. صح. انت ده برضو كان احد الاسباب اللي انت شلت التاتوهات كلها اللي عندك. ابتديت تشيل، كان في نفس الفتره باين صح؟ او كان قبليها بشويه. هو انا كده يعني دايما عايز ابقى احسن وعايز ابقى قريب من ربنا فاهم. اوكي. بجتهد يعني الحمد لله. لكن انا مش يعني انا حتى موضوع المزيكا ده ابطله شويه وارجع له تاني، ابطله شويه بس يعني بجتهد اقسم بالله مش. فلما بطلت التصوير الناس طب بقى انت المزيكا بقى، طب انت مش عارف بتعمل ايه، طب ما انت بتصور مع بنات، طب ما انت بتعمل، طب يا جماعه اعمل لكم ايه؟ طيب انا بعمل ده لنفسي. الناس عمرها ما هيبقى انا بعمل ده لنفسي في الاخر يعني. فكروني انا الحمد لله بصلي مثلا يعني من ساعه ما وفاة طارق الله يرحمه ويغفر له، انا خدت عهد على نفسي اللي انا خلاص فرض مش هسيب. فلما بدات انزل وكنت شايف ان دي حاجه حلوه اعمل لها شير مع الناس، يمكن حد يعني بيتابعني او بيحبني يتاثر بيا ويعمل ده. لقيت الناس بقى ايه بتسيب اللي انا بصلي يعني في سبورت شويه في الصلاه يجي بعد كده بقى انت نزلت يا عم انت مش بتصلي
انت مال امك بالمزيكا مزيكا حفله انت يا عم مش بتصلي، انت مش عارف ايه. فبدات ما انزلش اللي انا بقى بصلي، فاهم؟ خلاص يأست منهم. ليه؟ لان هو بص هو لو انت بتسمع مزيكا عادي ما بيعلقش، بس لو لقاك حاطط لو لقاك بقى حاطط بقى ستوري انت بتصلي يقوم معلق بقى، فاهم؟ فبقيت اعمل الحاجات بقى دي اللي هو انا في الاخر انا عايز اعمل زي ما ببقى فخور اللي انا بشير حاجه فيها حرمانيه، عايز ابقى فخور اللي انا بشير في حاجه فيها قربي لربنا، فاهم؟ امتى حسيت انك مشهور؟ امتى حسيت ايه ده؟ السؤال ده حلو. والله بص انا ما بحسش يعني لغايه دلوقتي مش بحس ان انا مشهور، انا بحس ان انا مش عارف اسمها ايه، معروف او محبوب، فاهم؟ يعني ممكن مثلا ندخل مكان فيه 100 واحد، في 3 عارفيني بس ال3 يعني بيعشقوني، مش مصدقين ان انا واقف قدامهم، وال 97 واحد التاني مين ده اصلا مش فارق له، فاهم قصدي؟ صح. فانا ممكن ادخل كوميونتي او يعني مثلا ايه، انت هتلاقيني مشهور عندنا في مصر الزمالك، وسط البلد، زايد، تجمع، فاهم؟ حتت معين نزلت الدقي لا، فاهم؟ نزلت مول تاني لا، يعني هي اروح حفله كلهم عارفيني، هو يعني كوميونيتيز، فاهم؟ فانا ساعات بحس انا مشهور ساعات لا. بس ما جالكش يوم كده حسيت اللي هو احساس الشهرة ده اللي هو انا الناس بتشوفني في الشارع بتسلم عليا وبتبص عليا وبتصورني؟ لا هو على طول ده على طول انا بحسه، ومؤخرا يعني مش عايز اقول كده الحمد لله على النعمه دي، حب الناس يعني. بس في ناس بتصورك وانت مش واخد بالك، فاهم؟ عارف اللي هو يبعت لك الصوره يقول لك انا شفتك مش عارف ايه، كنت عايز اصور معاك بس اتكسفت. ايوه وهم ما يعرفوش اللي ده ممكن يأذيك، فاهم؟ ممكن يصورك في حاجه انت قاعد مع اصحابك تعمل عادي، فهو يصورك. يعني الجروبس بتاعت البنات دي كل شويه الاقي حد منزل لي صوره هناك ويارا تقول لي، والحمد لله ببقى قايل ليارا اللي انا عندي ميتنج هقعد مع واحده صاحبتي مش عارف ايه، مأمن حالك على طول، فاهم؟ فهي بتبقى حاجه حلوه ساعات، بتبقى حاجه وحشه ساعات. انت الفتره الاخيره غيرت في المحتوى بتاعك كتير، ابتديت تعمل بقى تك ريفيوز وابتديت تتكلم على الكاميرات اكتر والمايكات، فدي كانت في الخطه بتاعتك وبعد الانسحاب من الافراح؟ بص هي ولا كانت جت ازاي؟ لا خالص، هي الاول انا قلت انا هنسحب من الافراح وانا هبتدي اعمل الكونتنت بتاع الكابل كونتنت انا ويارا وخلاص ابقى تمام، فاهم؟ بعدين حسيت ان انا برضو انا عندي فاليو، يعني انا عندي يعني الفرق بين الانفلونسر الانترتينمنت والانفلونسر اللي هو الارتست في فرق كبير، فاهم؟ انت ليك فاليو، انت ارتست تعمل حاجه، فاهم؟ فحسيت ان انا مش عايز اعمل ده، عايز اعمل ده عشان يارا طبعا هي بتحب ده، فانا عايز اعمله، بس في نفس الوقت ما الغيش الايدنتيتي بتاعتي، اللي انا اصلا الكور بتاعي لغايه دلوقتي الناس انا ببطل تصوير بقالي 3-4 سنين، الناس بتوقفني تقول لي تصويرك تحفه، اتعلمت منك كتير، وانا فاكر الصور دي كويس، وفاكر انت صورت مين وعملت ايه، فاهم قصدي؟ فمش عايزه يعني اشيل الحته دي من عندي، فحسيت ان انا هسحب نفسي من الكابل كونتنت، هعمل معايا الحاجات اللي هي عايزاها، وهحط لنفسي حاجه برضو تبقى فاليد ليا، فاهم؟ وما يبقاش بقى فيها حرمانيه خالص، فايه عمال اجيبها يمين شمال ريفيو برودكتس، لقيت ان انا هو حاجه جماد هعمل له ريفيو. ايوه بالظبط، فاهم؟ انا جربت الكاميرا دي والكاميرا دي حلوه، مش حرام في الموضوع، فاهم؟ وانا اسمي تك ريفيور، يعني ايه؟ يعني الناس بتبعت لي الحاجه بعمل لها اعلان وبقول للمنتج ده حلو، ما بقولش فيه حاجه وحشه، يعني انا مش بتاعتي، انا مش ناقد، انا هقول لك لو انت عايز المميزات دي هتلاقيها في الموبايل ده، هتلاقيها في الكاميرا دي، هتلاقيها في المايك ده، صح؟ فاهم؟ فكنت عايز اسحب اللي انا ما يبقاش فيه حرمانيه، في نفس الوقت تبقى فلوسي حلال داخله بدون اي شبهات، وما افقدش الفاليو بتاعي. ما حسيتش في مره الناس بتقول اصلا فلوس الانفلونسرز والفلوس بتاعت النت دي كلها حرام؟ يعني الناس كتير بتقول انا في البيت اخبط دماغي في الحيط، طيب ولا اعمل ايه بجد؟ ايوه ما جالكش حد قالها لك صريحه قبل كده؟ في حد قال لي انت بتحط مزيكا في الفيديوهات فده يعتبر حرام، فبقول له انا بحط ساوند افكت، المزيكا اصلا ومشتريهم بفلوس على فكره، مزيكا والله العظيم الكوبي رايتس، عشان الكوبي رايتس انت عارف،
فاهم، بحط مزيكا باك جراوند تحت خالص. وبنجتهد يعني. انت في الاخر عايزين نبارك لك على عسل. عسل الحمد لله. عايزين نعرف الاسم يبارك. كان مقصود بيه ترند اوكي. ولا كان متفق اكيد عليه؟ يا جدعان، اكيد بالله عليكم يا جدعان، اكيد مش هسمي بنتي عشان ترند. اوكي. يعني الناس بتقول كده، بقول الناس دي في دماغها ايه زلط يعني، بيفكروا ازاي؟ فاهم؟ لان انا هقول لك الموضوع جه حصل ازاي. احنا قعدنا نفكر كتير. يابا كانت عايزه تسمي يقين. اوكي. وكانت عايزه تسمي اللي هو الحاجات الجديده، ايلا وبايلا. اوكي، الاسماء الجديده. الحاجات دي. فانا حسيت لا، انا عايز اسم قوي ومميز، ومعاش عايز حد سميه يعني، عايز بجد حاجه عشان البنت دي انا حاسس لها تبقى ان شاء الله مميزه جدا ان شاء الله. وبالنسبه لموضوع التنمر، كده انا اسمي حسام وتنمروا عليا. اخويا كان اسمه محمد وتنمروا عليه. اوكي، انت فاهم. كده انت هيتنمروا عليك. انت وتفتكر في المدرسه هتلاقي الناس اتنمرت عليك. كنت لابس نضاره وكنت بقول له 4 عيون وبتاع. يعني مش هتخلق اسمك هاني عادي هنتنمر عليك. هنلاقي لك حاجه. ايوه. فده الكور بتاع الشعب عندنا، او الكور بتاع الناس عامه. انت اصلا فتره المراهقه دي في شوك لغايه لما تنضج بقى وتحس ان انت التنمر ده كان جزء اللي انت اصلا شخصيتك تتبني. بس هو على فكره ممكن برضو يعني كاسم، انا مش عارف اسم عسل هينتشر قد ايه، بس ممكن لما هي تدخل مرحله انا اوريدي في ناس بتبعت لي دلوقتي اللي هي سمت عسل. ايوه، ما ده اللي انا اقصده. فاهموا؟ بيبعتوا لي يابا كتير اللي هم سموا عسل. فانا ما جيت قلت هقول لك الاسم جه منين الاول. الاسم جه اللي انا عايز اسم مميز ومش لاقي. والفتره دي كنت بسمع السيرة النبوية كتير بتاعت احمد عامر. سمعتها مثلا بتاع 3 مرات. فكان في موقف كده احمد عامر بيقول فيه اللي سيدنا محمد كان لما حد بيجيله تعبان في معدته او حاجه فبيقول له عليك بالعسل. فلما الشخص بياخده بيبقى كويس فعلا. ففي شخص جه قال له انا اخويا خد العسل وما حصلوش حاجه يعني، ما خفش. قالها له 3 ايام ورا بعض. فسيدنا محمد قال له كذب اخاك وصدق الله. لان العسل هو بيشفي ومفيد للبطن ويعني حاجه كويسه جدا. صح. وكمان لما قريت شويه لقيت اللي هو مش بيكسباير، ملوش اكسباير ديت صلاحيه. وكمان جاي من الخير والبركه يعني. فقلت ايه، طب ما اسمي عسل، ما اسميش عسل ليه؟ فاهم؟ طبعا قلت لماما. قلت لماما مش موافقه. قلت لاصحابي مش موافقين. قلت ليارا مستحيل. اوكي. فاهم؟ بعد كده قلت بجد ما فيش حد وافقني غير واحد صاحبي اسمه رشيدي. اوكي. قال لي تصدق اسم شبهك وجامد. هو برضه روش. فاهم؟ هو مسمي كيان. اوكي. ومسمي كيان من ايه، من 7 سنين. اوكي. فكان لسه كيان قال لي ده انتيكا شبهك قوي. ده الوحيد اللي قال لي تمام. يابا مستحيل شمال يمين. قلت لها بص يا يابا، احنا كنا متفقين لو جت بنت انا هسمي من الاول. ماشي. ولو جه ولد انت سمي. ماشي. فقلت لها بصي احنا متفقين والاتفاق اللي انا هسمي. فسميت عسل. اول ما سمينا اول اسبوع قالت لي انا مبسوطه جدا ان احنا سمينا عسل. اوكي. فاهم الفكره بقى في الهجوم اللي حصل في السوشيال ميديا بقى. انا دلوقتي انا لو تعرفني انا ما بعتمدش الناس في اي حاجه. لو هو انا في حاجه عايز اعملها بعاند واعملها. يعني ما اقعدش اقول ايه طب الناس هتفكر، طب الناس هتعمل. فانا كنت عايز اقول ان انا جبت بنت. فاهم؟ بعد كده قلت خلاص مش لازم اقول الاسم. مش هيفرق بحاجه. صح. فاهم؟ بعد كده قلت لا انا مش انا هثبت اللي الاسم حلو. اوكي. وهثبت اللي الاسم انا عملته، لان انا وقفت قدام اهلي ووقفت قدام كل الناس عشان اقول الاسم عسل. فاهم؟ فقلت والله طب لا انزله واقول اللي انا سميت عسل وبقى ايه اللي يحصل ايه كده. مش فارق لي. مش اول مره الناس تحفل عليا في حاجه. فاهم؟ وايزي نزلته وبتاع وخلاص. دلوقتي اقسم بالله يعني على الاسبوع اللي فات مثلا مش اقل من 100 واحد كلمنا انا سميت عسل.
ما شاء الله. فاهم؟ الاسم مش وحش، هو الاسم لا بص هو عشان غريب شويه، هو يعني عشان غريب على السمع كمان، يعني فاهم محدش يعني لسه وانت بتتكلم دلوقتي انا فكرت بقى عسل حسام، فاهم؟ هي لا برضه وعسل وطحينه والتنمر قشطه ومش عارف، والله انا بالنسبه لي مبسوط يعني، بس الحمد لله دي اهم حاجه. بس خططك ايه الفتره اللي جايه؟ انا خطتي عشان احنا بقينا نشوفك في دبي كتير كده وفي ما مش هقعد في دبي يعني انا مش بتاع دبي، انا بصراحه كل حاجه بحبها في مصر. اوكي. اهلي واصحابي الفايبس والعشوائيه اللي عندنا دي احلى حاجه في الدنيا، فاهم؟ البلد اللي صاحيه 24 ساعه دي، ايوه دي احلى حاجه عندي. انا حاسس ان انا هبقى هايبرد، يعني ايه دبي مصر دبي مصر، وحاسس ان انا بقى ايه هلف بقى، اشتغل شويه الاردن كويت السعوديه GCC بقى، فاهم؟ عايز تبقى منتشر اكتر برضو في فكره الريفيوز. ودلوقتي انا بعمل كورسز، ده لسه كنت بكلمك فيها في العربيه. هبتدي اعمل كورسز بقى وابيعها اونلاين، وابتدي بقى اشتغل شويه على البراندنج بتاعي، اللي انا عايز ابقى زي محاضر او انستراكتور كده، وابتدي اركز على حته اللي انا براند امباستور لسوني كنت لسه اقول لك فعلا، واللي انا اركز في لسه شغال مع سوني لحد دلوقتي. بقالي 4 سنين براند امباستور في ميدل ايست وافريقيا يعني. وانا حاسس ان انا عايز اصور، على فكره انا الناس عشان بتتلخبط، انا بطلت ويدنج بس ما بطلتش تصوير، بس ما بطلتش تصوير، بس انا نمت لما بطلت ويدنج واتسحلت بقى، اللي انا قفلت الشركه بتاعتي، واللي انا بقى عايز انتشر شويه واركز في الانفلونسنج اكتر والتيك ريفيو بتاع، نمت خالص على الفوتوغرافي. فانا الفتره دي برضو مركز ان انا ارجع اصور تاني صور، لاني بجد انا ما ببص لنفسي ايه اكتر حاجه ببقى انتيكا بيحب يعملها، انا بحب اصور. يعني لسه كنت قاعد بتفق على شوت مع الارت دايركتور ومع الموديل، بقول لهم يا جدعان انا مبسوط قوي، انا بقالي كتير قوي ما حسيتش احساس اللي انا عايز اعمل حاجه بحبها ودافع فيها فلوس، يعني كمان مش كولاب او لا، ده انا جايب اللوكيشن وجايب الفستان وجايب كل حاجه على مزاجي، فاهم ليه؟ ده الكور بتاعي. انا بقول على نفسي انا فوتوغرافر، مش بقول انا ارت دايركتور ولا كرييتيف ولا انفلونسر. ما بحبش اصلا اقول انا انفلونسر، اقول انا فوتوغرافر، فاهم؟ فعايز افضل ده عندي، عايز الايدنتيتي دي عندي دايما. الكورس اللي انت اعلنت عنه من شويه ده هيكون عباره عن ايه؟ تعليم تصوير؟ هتكلم عن فوتوغرافي، هتكلم على الماركتينج، وهتكلم على ازاي تكسب بقى من السوشيال ميديا. ده بقى دي اجدد حاجه، ازاي وبضمن لك يعني. اوكي فاهم؟ طيب السؤال اللي الناس كلها بتساله لاي مصور، تصوير بالموبايل ولا بالكاميرا؟ بص هو دلوقتي ممكن اقول لك موبايل، بس الكاميرا ليها لذة. عارف الناس اللي بتصور بفيلم كاميرا فيلم، هي ليها لذة برضه، فاهم؟ بس الاسهل الموبايل، طيب اسهل حاجه الموبايل، والموبايل كمان ما بيديش اكسبكتيشنز اللي قدامك ان انت تطلع صوره حلوه، فلما بتطلع بيتوهم، لكن الكاميرا بيبقى متوقع ان انت تطلع صوره حلوه، فلما تطلع صوره حلوه مش بتوهم زي ما انت تمسك الموبايل، فاهم؟ دلوقتي الايفون 17 برو ماكس يعني زي الكاميرا يعني، فاهم؟ بصور 8K 60 فريم الزوم كمان سيبك من الزوم، ده مش عملي قوي في التصوير، بس انا بتكلم اللي هو لا جامد، بيطلع حاجات حلوه، بس طبعا الكاميرا لا يعلى عليها. لو انت بتفهم في سيتنج كاميرا وتفهم ان انت تطلع كل حاجه مانوال صح، طبعا ما انك سفير لسوني فانت طبعا مع سوني طبعا، ده كده هو عمري ما اقول حاجه غير كده، بس هي السوني فعلا قويه يعني، بجد قويه. لو حد لسه مبتدئ مثلا، يعني ايه نصايحك للكاميرات اللي استخدمها في الاول؟ لو حد لسه مبتدئ، موبايل يا باشا، براكتس بقى. اوكي، صور اي حاجه، امسك الموبايل وصور اي حاجه لغايه لما تحس انا لا اليفل اب بقى. اوكي، فاهم؟ اجيب كاميرا، فاهم؟ وابتدي بقى ياخدها واحده واحده. ما ينفعش انا مبتدئ ومتحمس وقوم جايب كاميرا، همل اصلا. الكاميرا سيتنجز فيها كتير، مش سهله زي الموبايل، فممكن يحسسك ان هي صعبه فما تصورش بيها، تزهق اصلا من الموضوع كله. فاهم؟ تحس ان هي صعب، تحس التصوير صعب. عايزين نخرج من حته التصوير شويه ونتكلم على الشباب اصحابك. اوكي. انت في جروب كبير قوي في بولاق طبعا، منطقتي جرافيتي محطوط ليك. ايوه عامل لك جرافيتي. ايه الحوار ده؟ بص الحوار ده جه من فتره، من رمضانين كده.
لا الكلام ده من زمان، تصدق اوكي من 3-4 سنين. اللي هو انا بنزل بولاق لغايه دلوقتي وقعدتي هناك يعني جمعه وسبت او ويك اند او يوم في الاسبوع كده انا فاضي. يا رجاله يلا ايه ننزل نقعد هناك. فمع الوقت هم عارفين ان انا بحب ده، وعمري ما حد جه قال لي مثلا قلت له لا انا من زايد ولا انا قاعد دلوقتي في زايد. انا دايما اقول انا من بولاق بس انا قاعد في زايد. اوكي فاهم؟ لكن انا من بولاق، ولما بقابل حد هنا من بولاق ببقى مبسوط. ايوه فاهم؟ رجاله شارع نايا نايا كلها والنزهه كلها. فانا هم عارفين ان انا هتبسط بحاجه زي دي. فجم عملوا لي جرافيتي بقى في الشارع عندنا كده. الشارع بقى اسمه ايه؟ شارع الجرافيتي. اللي هو في ناس ما تعرفنيش، فالصوره بتاعت انتيكا لغايه لما اتعرف بقى الجرافيتي اللي هناك ده. انت الفتره الاخيره حصلت حالات وفاه كتير من اصدقائك المقربين. طارق الله يرحمه. طارق الله يرحمه صديقي. عديت ده ازاي وقدرت تتخطى ده ازاي، خصوصا اللي طارق انت وهو يعني ده كان شريكي وصاحبي واقرب حد ليا. لا طارق الله يرحمه ويغفر له يعني. هو بص سبحان الله يعني، بس هو اللي فوقني يعني. يعني انا قبل وفاة طارق حاجة وبعد وفاة طارق حاجة تانية خالص. فاهم؟ خصوصا انت كنت تعرف طارق على المستوى الشخصي يعني ملوش في اي حاجة خالص. جميل. ملوش في اي حاجة. وكنا عاملين براند في قاف اسمه TNT بتاع شرابات ده. كنت انا وهو الشراكة. اقسم بالله هاني ما كان في ورقة تثبت مين معاه ايه ولا مين دافع ايه. كنا دافعين فوق 2 مليون. بس انتوا الصداقة وانت عارفش 2 مليون دي انا ليا كام فيها. هو ليه كام فيها. المحاسب كان يجي يقعد معانا يعني. المحاسب كان يجي يقعد معانا يا ابني اعرف انت ليك ايه وعليك ايه. يقول طريق تمام انا تمام. هو يقول لي انتيكا تمام انا تمام. وقعدنا اشتغلنا اول سيزون كسرنا بيه الدنيا الشرابات دي. ويلا ندي ونعمل ونسوي مع واحدة. طارق يوم ده كان كلمني. هو عارف ان انا بحب المشروع يبقى فيه اكل. فهو سبحان الله كان راح يسد دين ابوه. كان ابوه لسه متوفي كملش سنة وكان في فلوس في اسماعيلية. فهو كان ايه راح يدفع. بقول لك يا انتيكا تعالى ايه نروح ناكل سمك في اسماعيلية. فقلت له والله يا صاحبي انا تعبان ومطبق وانا هنام وايه خد انت بقى وزة خد اخوك وخلص وكلمني. مفيش يا دوب ساعتين لقيت وزة بيكلمني يقول لي ده طارق عمل حادثة وتعالى نروح. ما كانش قال لي لسه اللي هو ايه توفى. بعدها بقى بساعتين اللي حصل قال لي ايه توفى. والمشكلة اللي اخوه دخل في فقدان ذاكرة. اخوه قعد بتاع حوالي اسبوع سيف. فاخوه بقى صاحي بقى مش فاهم هو بيسأل فين طارق. فاهم؟ فساعتها قلبي اتقبض. فاهم؟ اللي هو ده كنت ممكن ابقى انا. انت كنت رايح معايا. فاهم؟ وبعديها يعني من ساعتها بقى لميت نفسي خالص. دخلت بقى في حاجة تانية خالص. انا مش فاكر ساعتها كان مصطفى حفناوي الله يرحمه قبليه مصطفى حفناوي بعديه. كان بعديه باسبوع الله يرحمه. صح باسبوع. ومصطفى حفناوي الله يرحمه ويغفر له ان هو اب برضه يعني ما كانش صاحبي زي طارق. بس انا ومصطفى حفناوي كان حاجة كومن. انا ومصطفى حفناوي وعم راضي ومحمد فرج كل حاجة غلط كنا بنعملها سوا. الله يرحمه ويغفر له. فبقى دي بقى خلاص بقى احنا الاربعة يعني في دماغك دي مش موجودة يعني. فاهم؟ اشارات بقى. فاهم؟ كان ممكن تبقى انت. فاهم؟ من ساعتها بقى انا دخلت في حاجة اول مرة ادخل في حياتي. بطلت بقى كل حاجة. طبعا انا عندي باك جراوند تصوير حرام من زمان. فبطلت تصوير مسحت الاكونت. انا فاكر ساعتها حتى انت دقنك طولت وجسمك باص خالص ساعتها مسحت الاكونت التصوير شلت كل حاجة. فاهم؟ ما بسمعش مزيكا مش اصلا ماليش دعوه باي حاجه. قاعد في اوضتي خايف اعمل حاجات غلط. خايف اعمل حاجات حرام.
عمال انزل بقى اعمل اوزع في كتب قرآن والحاجات الصدقة الجارية، ونذبح ونوزع مش عارف لمين ونعمل ايه. قعدت كده كتير، قعدت كده حوالي 3-4 شهور بقى انا حياتك واقفة يعني. حياتي واقفة بقى، كل حاجة بالنسبة لي حرام، وعايز الم بقى الحاجات الغلط اللي كنت بعملها بقى، عايز الم. فاهم؟ لغاية لما قعدت بقى فترة، وساعتها بقى ايه، مش عايز اعمل حاجة حرام، فانا بقى هخطب بقى، هتجوز، عايز الم بقى خالص الدنيا. قمت بقى إيه، خطبت ولميت الدنيا. بعد كده بدأت ايه، انا لو انت تبص على حياتي هتلاقيها دايما اطلع بعد كده اعرف الحاجات دي حرام، وام نازل خالص، ام ايه طالع تاني ومعتدل شوية. انا ups and downs كده كتير، فاهم؟ فانا دايما بجاهد. بس يعني اللي عملته من بعد طارق، اخدت فترة كبيرة قوي، كنت حتى بقعد اعيط كتير قوي بسبب الموضوع ده، لان انا دايما ببقى زعلان عليه، مش عارف احكي لمين، مش عارف اعمل ايه. فاهم؟ بس الحمد لله رب العالمين، بقول يمكن ده ثوابه اللي انا ربنا يهديني، واللي انا اقرب منه، وانا اصلي. ودايما لما اروح اعمل عمره لازم اعمل له وادعي له. فاهم؟ ازاي قدرت توازن بين الشغل وحياتك الشخصية دي، اللي انت ما تقطعش الشغل يفضل شغال وفي نفس الوقت تقدر؟ هو بص، يعني انت يعني مش عارف ده صح ولا غلط، بس انا اي حاجة كانت على السوشيال ميديا كانت بتحصل لي في حياتي كنت بقولها. فيمكن انا الفانز او الناس اللي عندي مرتبطين بيا جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد بيوقفني يقول لي الفتره انت كنت مكتئب فيها، كنت مكتئب فيها وطلعنا سوا وعملنا سوا. فاهم؟ من كتر ما انا بشير حاجات شخصيه كتير قوي عني، الناس ارتبطت بيا اكتر. فاهم؟ مش عارف دي صح ولا غلط، بس يمكن عامة الناس بتحب تبقى مع الشخص المؤثر او صانع المحتوى ده، يبقوا في حياته. هي الناس بتحب كده فعلا، بس يعني ترمي فيديو وتختفي. بس الفكره بقى اللي انت لما تكبر دلوقتي، انا بقى ايه، بيتي وبنتي. انا دلوقتي مش عايز اظهر بنتي بصراحه خالص. الناس كانت متوقعه ان انا اعمل اكونت بقى صح، وازودها 400 500 الف. فاهم؟ وابتدي اشوف لها كامبينز وابني لها مستقبلها. ايوه صح. فانا حسيت اللي هو كفايه اللي انا خدته يعني. هي ليها حاجات حلوه الشهره، بس انا مش عايز يعني الناس بتجادج عليا وبتشتمني زي السلام عليكم. فانا مش عارف بنتي بقى تبقى قد اللي هي تستحمل حاجات زي دي ولا لا. فانا مش هدخلها بجد في الدوامه دي. انا هحاول اشوف لها حاجه كبير بتاعها بقى وحياتها هي تبنيها زي ما عايز. الموضوع ده خالص. لكن ما طلعهاش حاجه مجبره عليها. ما طلعهاش عامل في ناس كتير الفتره الاخيره دي البيبي بيتولد بيتعمل له اكونت لان هو الوقت ده بيبقى ترند. فاعمل له اكونت يزيد له 200,000 في اول يوم. يطلع جايب عنده 16 سنه معاه اعمل له مستقبله متوثق وبتاع وعنده اعلانات وبتاع. اعمل له مستقبله يدخل الحضانه الناس عارفاه. ايوه صح، يساعدوه. ممكن الحضانه تبقى كلاب بجد. ايوه في ناس كده عامله كده كتير. ما تهزرش والله. اوكي ماشي، عشان ما نجيبش سيره حد مالناش دعوه. لو رجع بيك الزمن 10 سنين لورا، اوكي، كنت هتختار نفس الاختيارات اللي انت اخترتها كلها؟ والله مش عايز اقول لك حاجه مثاليه، بس لا، لو كنت عامل اللي هيحصل لا مش هعمل كده. اوكي. كنت في حاجات مش هختارها طبعا. زي ايه مثلا؟ زي اللي انا مثلا في فتره اتلميت على شله كانت مبوظاني خالص، مش هتلم عليها. اوكي. زي اللي انا في فتره كنت دماغي مسوحاني، اللي انا عايز اشو اوف بالعربيه المرسيدس اللي انا جايبها بالحاجات دي. بحس ان هي الحاجات دي كلها كانت حاجات مراهقه يعني، عشان اعجب ناس، عشان اعمل. صح. فاهم؟ فحاسس ان انا ده اللي ما كنتش اعمله. فاهم؟ كنت هقعد مع اهلي اكتر. لان انا في كل حاجه صعبه بتحصل لي في حياتي بكتشف ان اهلي، امي، ابويا، اخواتي هم اكتر حد بيخاف عليا وبيخلوا بالي مني. فاهم؟ ومش عايزين مني حاجه. فانا كنت هوفر الوقت ده اكتر اقعد بيه مع اهلي. احساسك ايه اول ما بقيت اب كده، بما اننا بنتكلم على الاهل؟ بص والله انا اول شهر مش حاسس حاجه. فاهم حاجه؟ هو انت حاسس ايه يا جماعه؟ والله ما حاسس لسه. بس هي دلوقتي بدات تاخد بالها ان انا موجود. فاهم؟ فبدات تضحك. فبدات تشوفني جاي من الشغل تتبسط. فانا حاسس دلوقتي ان انا بقى عليا مسؤوليه، اللي انا ايه، انا هبقى قدوه لبنتي. فانا عايز بقى ايه،
يعني مثلا انا بطلت تدخين خالص، كنت هيفي سموكر، بطلت تدخين خالص، ما بقتش اشرب اي حاجه. بقيت اهتم بصحتي اكتر، انا عايز اقعد اعيش معاها وقت اكبر وانا صحتي كويسه، عشان ابقى بكوب معاها الوقت صح. ده. فاهم؟ حاسس ان انا عايز ابقى احسن. فاهم ده بجد؟ التغيرات حاسس ان انا عايز السريعة. ابقى اب كويس، ابقى صاحب ليها، ما اجبرهاش على حاجه، واخلي بالي من تربيتها، واقرا شويه واتعلم حاجات عن التربيه دي، عشان ابقى اطلعها سويه نفسيا. فاهم؟ حتى ما بيحصل مشاكل ما بيني وما بين يارا، دايما الحمد لله دلوقتي في حاجه بنقف عندها، اللي هو لا في عشان بيبي عسل، بنهدى. ايوه عايزين صح. نربيها كويس وتطلع في وسطينا. فاهم؟ فهو هي هدت الدنيا قوي قوي، الحمد لله يعني يا رب العالمين. من غير ما ندخل في حاجات شخصية، بس ايه أوكي. اكبر التحديات اللي واجهتك انت ويارا، بما انكم انتوا الاتنين صناع محتوى ومشهورين على النت؟ فده اكيد كان تحدي كبير، دي حقيقة. الناس داخلة في حياتكم. طبعا. اتعاملتوا مع الموضوع ده بص ازاي؟ انا اول ما خطبت يارا، قبل ما اخطبها، هي الدنيا اتقلبت في ساعتها اصلا، انا في قبل ما وقتها انا فاكر. اخطبها قلت لها بص يا يارا، انا عملت 1 2 3 4 5 6، وعرفت دي وعرفت ده وعملت ده ورحت ده وسافرت هنا. قلت لها اهو، انا بقول لك كل حاجه عشان انا عارف ايه اللي هيحصل في السوشيال ميديا. اوكي. فايه اي حاجه تسمعيها مالكيش دعوه بيها، ما تشوفيها زي ما شفتهاش، ما ترديش على حد، ما تعمليش حاجه، عشان ايه؟ انا عارف اللي بيحصل. الناس هتبعت ايه. فهو وقد كان اول ما قلنا اللي احنا اتخطبنا، بوستس بقى نازله عليا مقارنه بمراتي القديمه، وانا كنت بعمل لها ايه. وبعدين هم ده يعني سبحان الله قالوا لك ايه، ده هو ليه مود معين في شكل البنت، شكل مش عارف. انا طبعا عمري ما فكرت في الفكره دي، انت مش هتبقى مركز، بس هم هيبقوا مركزين. عمري. فهم بقى ينزلوا بوستز يقارنوا بقى، بص دي ودي ودي، بص لا بس دي احسن، بس دي احلى، بس ده هو كان بيحبها اكتر. فمثلا يعني أنا مثلا جبت ليا ورد حلو، وانا في بنات في حياتي جبت لهم ورد، ده هو بقى بيتعود، ده هو بيرخم على كذا وبيضايق كذا. اعمل ايه يا جدعان؟ كل حاجه انا المفروض اعمل ايه يعني؟ هديتها جبت لها ورد، صح. وعشان بتوع السوشيال ميديا بننزل الحاجه دي. فاهم؟ ده اكلها، امال مش هاكلها يعني. ده عزمها في مطعم مش عارف وانا اصلا بقى مش فاكر الشخص الاولاني خالص ده انا كنت بعمل معاه ايه. صح. فاهم؟ فهم بقى ايه، حتى في الفرح سكرين شوتات ومخزنينها. بجد حتى في الفرح بلبسها زي ما هي اصلا اللي مختار الفستان، يعني انا ما عملتش حاجه. فقعدت قلت لها ريحي دماغك، انا بالنسبه لي انا نحست، ما بيفرقش معايا اللي بيشتمني من اي حاجه. صح. ما ببصش على كومنتس اصلا، خلاص. بالذات الفيسبوك ده بجد مقبره عندي، ما ببصش على حاجه اصلا، مش انا اللي ببوست. اوكي. في شخص بيبوست، حتى لما يبقى في شتايم جامده يبعت لي، اقول له بص ما تبعتليش، انت تعامل، انت مش عاجبك الفيديو امسحه، انا ماليش دعوه. اوكي. فاهم قصدي؟ عشان خلاص انا اصل انا كده كده عايش، وانا عارف شخصيتي وعندي ثقه في نفسي. ما حدش هيهز ثقته في نفسي. انا بقالي بجد 14 سنه على السوشيال ميديا. انت بدأتها برضو واول 5-6 سنين كنت بكتئب، لما كنت بشوف كلام عليا وحش كنت بكتئب. فاهم؟ بعد كده ما فيش حاجه بتتغير لما بكتئب، بتأذي نفسك. خلاص. فاهم؟ وانت لما تبص على الشخص اللي بيشتمك ده، هو بجد قاعد ورا كمبيوتر، مش عنده، مش قوي بأي حاجه في حياته. فاهم؟ بس قدرت تخرج من الاكتئاب؟ اخر واحده دي انا فاكرها عشان انا حضرتها معاك شويه. قدرت تخرج منها ازاي؟ يعني نقولها برضو كنصيحه للناس اللي بتسمعنا يعني. والله اديت الاكتئاب وقته يعني. دي عارف دي حاجه ممكن تبقى غريبه، بس انت لما تكتئب، يعني انا الاول ما كنتش عارف ان انا ما كنتش عارف ان انا ببقى مكتئب. فاهم؟ بس انت لازم ما تقاوحش في ده. لما تحس انت اكتئبت وجات لك نوبه اكتئاب، سيبها، خد وقتك. بس تاكد ان انت اول ما تطلع تفوق بقى. فاهم قصدي؟ يعني انا مش هقعد انا دلوقتي مكتئب، فاهم؟ فلا انا هصحى بكره الصبح بقى احلق بقى واظبط حياتي واتعامل اكنه مش موجود. مفيش حاجه حصلت. اول ما يحصل لك حاجه
هتضرب تاني. فلا يا باشا، انا في اكتئابي اقعد جنب انا اهلي، يعني في اكتئابي اهلي. رحت للدكاتره او حاجه؟ انا كده كده يعني ده ملوش دعوه بالاكتئاب. خلاص ماشي. فاهم. اقعد مع اهلي واقعد افكر بقى اللي انا ايه، عايز اطلع من ده، مش عايز اذي نفسي، اهم حاجه مش عايز اذي حد حواليا. اوكي. اقفل عليا الاوضه، بلاي ستيشن واكل ونوم، بلاي ستيشن واكل ونوم، لغايه لما تبتدي انت تهدى بقى، تقعد تفكر. لما بتبقى لوحدك من غير زحمه بتقعد تفكر صح. فاهم. مع كمان الثيرابي واللي انت تقرب من ربنا، دي حاجه مهمه جدا. والثيرابي مهم جدا اللي انت تروح، لان هي بتوعيك. يعني لما انت بيبقى معاك دكتوره نفسيه او دكتور نفسي بيوعيك، بيقول لك المفروض تعمل 1 2 3. ما بيقولكش ده غلط ولا صح، بيقول لك انت المفروض تهتم تعمل كده، المفروض تعمل اكتيفيتيز، المفروض تتعرف على ناس، المفروض فاهم. فده بيساعدك شويه اللي انت تبقى في حاجه علميا موجوده بتقول اللي انت فيه ده طبيعي. فاهم. تبتدي بقى تظبط ده، فاهم، لغايه لما فقت يعني. الحمد لله. الحمد لله يا رب ما يجيش يعني ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما نختم عايزين كلمه سريعه على العسل وكلمه سريعه ليارا. اوكي. عسل ان شاء الله يعني. ان شاء الله تتفرج على الفيديو ده بعد 10 سنين ولا حاجه كده، تكوني وعيتي. انا بحاول قدر الامكان انا ويارا اللي احنا نبقى اب وام كويسين، عشان انت تبقي كويسه وتبقي سويه نفسيا وتطلعي في ظروف احسن من ظروفنا بكتير. بنحاول نهيئ لك كل حاجه ان شاء الله، بنشتغل وبنحط بلانز كتير قوي عشان تطلعي مبسوطه ان شاء الله. معلكيش اقساط. دوامه الاقساط دي ان شاء الله مش هدخلك فيها. لسه هخلص انا اقساطي ونشوف. ويارا انا بحبك جدا جدا، وانا مبسوط ان احنا بدأنا نبقى فاهمين بعض، متفاهمين شويه. لان اول فتره في الجواز انت عارف خناقات، وانت حاسس ان الدنيا مش ظابطه، وحاسس بس ده طبيعي جدا، مش شبه يعني بعض. بس احنا الحمد لله رب العالمين، انا مبسوط وفخور بعلاقتنا دلوقتي اللي احنا احسن. انا ببهدل الدنيا ساعات، بس احنا الحمد لله دلوقتي ستيبل، الدنيا تمام يعني. تزعليش مني يا رفا. ما تزعليش مني، انت عارفه ان انا الحاجات دي مش بقصدي يعني. شكرا يا انتيكا، نورتنا حبيبي. انا اتبسطت قوي يا هاني والله. حبيبي يا اتكلمت كده احنا بقالنا 10 كام سنه احنا كده، كتير، 15 ولا 12 15 سنه. ايوه ربنا يديم معروف دايما يا رب، وفي نجاح دايما يا حبيبي. ان شاء الله حبيبي. نورتنا.